ما فينا نفصل مستشفى النجدة الشعبية بالنبطية عن النجدة الشعبية ككل. وهي النجدة الشعبية تأسست سنة 72 وهي تأثراً بالنجدة الشعبية الفرنسية. سمات أساسية للنجدة الشعبية اللبنانية أنها نجدة يعني جمعية غير حكومية ولا تبغي الربح. تتسم النجدة أيضاً بأنها جمعية يعني ديمقراطية فيها انتخابات، فيها تغيير للقيادة فيها. النجدة الشعبية من سماتها الأخرى أنها خارقة لكل المناطق ولكل الطوائف، تعتمد مبدأ المواطنية وبالتالي هي موجودة بكل المناطق اللبنانية. بال75 بدأت الحرب وبالتالي كانت الحاجة ملحة تحت ضغط العدوان الإسرائيلي بالجنوب أنك بغياب أي مستوصفات أو مؤسسات بمنطقة النبطية كان في ضرورة أنه تنبنى مستشفى، وهكذا صار. كان الجنوب بشكل عام وهذه المنطقة بشكل خاص متعطشة إلى وجود مؤسسة استشفائية كهذه المؤسسة. وتعلم أن العدو الإسرائيلي أو العدو الصهيوني كان يخطط لتفريغ الجنوب من سكانه. كنا بالبيت وبنتي عن أولادها تخبينا تحت فرشة السفنج وما عرفنا منين جينا هالرصاص من جميع المطارح تحوكم حوالينا. في صيف العام 77 لم يكن هنالك فرع للنجدة الشعبية في النبطية، وكنت لا زلت خريج الجامعة كلية الطب. التقاني الصديق والزميل المرحوم الدكتور حكمة الأمين الذي تحدث إلي وطلب مني أن نتعاون لتأسيس فرع للنجدة الشعبية في النبطية التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي وللقصف الدائم. فبدأنا بتنسيب أعضاء من كافة قرى قضاء النبطية، وبعدها عقدنا المؤتمر التأسيسي الأول في نادي السقيف، وتم انتخاب أول هيئة إدارية لفرع النجدة الشعبية في النبطية. زارني الدكتور حكمة الأمين بالذات مع وفد نجدوي. آمنت بهذا الإنسان معلش، لأنه الدكتور حكمة الأمين كان قائد كان يجذب الناس بخدماته الخاصة، لأنه كان في أكثر الأحيان يعين المرضى الفقراء حتى ويعطيهم الدواء. أمام هذا المنظر قررت في نفسي أن أكون إلى جانبه في كل خطواته. كان في ضرورة نحن نفكر أنه كيف بدنا نخدم ناسنا هودي اللي عم يتعرضوا للقصف. بالفعل طلعت فكرة المستشفى. نحن ما كان عندنا يعني موارد لحتى نبني مستشفى، بس اتكلنا على التبرعات وبلشنا بالعمل. ما كان في بين دينا المبلغ الكافي لبناء مستشفى. كان في ناس ما معهم مصاري يتبرعوا بالعمل بالمستشفى، يعني يجوا يشتغلوا يحفروا أساسات ويقدموا خدمات تانية. بعضهم قدم لنا مبالغ محترمة، شيء قدم لنا ترابي، شيء قدم لنا حديد. المهم قدرنا نعمل البنى التحتية للمستشفى أساسات. اجت فكرة بعدين من مغتربين بعرب صالين خاصة بالكويت أو الجماعة، قالوا لنا أنه ممكن نحن نحصلكم على مساعدات من دولة الكويت. فكانت لنا السفرة الأولى أنا والمرحوم حكمة الأمين، دكتور حكمة الأمين،
إلى دولة الكويت الشقيق في تموز من العام 81. استطعنا أن نضع حجر الأساس والبدء ببناء مستشفى النجدة الشعبية في النبطية. بالفعل راح وفد من عنا من قبل النجدة وجابوا تبرعات، بس الكويت رجعت تبنت بناء المستشفى، يعني تكملته. يعني بدأوا الخطوات الأولى ب 82 واستكملت بال 85 إلى أن وصلنا لل 89 وبدأت تستقبل أول يعني جرحى بالمنطقة. إذا بنحكي عن تاريخ هذا المستشفى، هو يعتبر هذا المستشفى من أوائل المستشفيات بمنطقة الجنوب. إذا بتفوت هلا على كل مستشفى وبتعمل تور بيطلع معك إنه أنت بكل قسم في مساهم أو متبرع جهز أنشأ بنى هذا القسم. وتاريخيا نحن أصلا انبنت هاي المستشفى من عرق العالم، يعني ناس اللي تبرعوا بالليرة، في ناس باعوا البقرة، في ناس ذهبياتهم قدموهم كرمال يكون بهالمنطقة في مستشفى. أول شيء أنا جيت على المستشفى، بلشت شغل من سنة 1992، وبهالوقت كانت إسرائيل بعدها موجودة على شريط الحدودة ومحتلة تلال اللي حول المستشفى. ومستشفى النجدة بذيك الأيام كانت لحالها بالمنطقة، كان كل الضغط على مستشفى النجدة الشعبية. وبهذيك الوقت كانت إسرائيل يعني تقصف المناطق المحاذية بشكل شبه أسبوعي، لا بل يعني يوم بعد يوم. وحتى المستشفى تعرضت لقصف في بعض الأحيان. كان يجينا جرحى 3-4 في بعض الأحيان بالعشرات. بتذكر إنه مرة انقصف الفان اللي كان جايب تلاميذ، وكان في شيء 30 تلميذ وانصابوا وجابوا لنا اياهم لهون، والحمد لله قدرنا يعني ساعدناهم وانقذناهم. بتذكر مرة تاني كمان لما انقصف بيت بدار الزهراني، راح وقتها في 3 شهداء وعشرات الجرحى، كمان نحن استقبلناهم والقصف صار بعد الظهر. وقتها كنا كلنا موجودين بالمستشفى، أنا كنت مقيم بالمستشفى كوني جراح. مرقت علينا أيام صعبة بحرب تموز، قعدنا 33 يوم هون. كنا يوميا نستقبل من 5 ل10 جرحى، ونعمل من بحدود 6-7 عمليات وإلى آخره. وأصبحت مستشفى النجدة الشعبية بكفاءته من حيث الأطباء والممرضين والغرفة العمليات يستوعب يقوم بإجراء العمليات المعقدة حتى. يعني أصبح مستشفى النجدة الشعبية يضاهي المستشفيات الحديثة. المستشفى ثبتت حالها وبدأت انطلقت، وإلى الآن هي مستمرة بمنطقة الجنوب، وهي من بين المستشفيات إذا بدك الأهم بالجنوب.